لننصح إخواننا أن الاختلاف ليس بمثابة العداوة، فالاختلاف هو تضارب الرأي، والعداوة هي الخصومة. فمن أخطر عيوب هذه البيئة أن الاختلاف يؤدي إلى العداوة والحسد والبغض والضغينة. قد تختلف آراؤنا ومقاصدنا في توافه الأمور، وتتفرق مواقفنا في غيرها، فلا تدع الاختلافات كلها إلى العداوة والحسد. وليس شرطا أن نتفق في الرأي، ولكن الشرط أن نكر ونبقي الحب لأنفسنا عندما لا نستطيع الاتفاق في كل شيء. لذلك نستخدم قاعدة الأخذ والعطاء، حتى ولو كان بضمير كل منا حقا نريده إلى اليقين، أو باطلا ننفره وندفعه. والمهم أن نحافظ على جواهرنا، وأكبر جواهرنا الحب والسلام.